مساء الخيرات. راح اسوي لكم تتبيلة الدجاج التندوري. طبعا انا حتبلها من الان وراح اطبخها بكرة. بالنسبة للدجاج التندوري عشان ياخذ طعم التتبيلة يعني اقل شيء 3 ساعات، فانا فضلت اني اتبلها قبلها بليلة عشان اطبخها بكرة على الغداء. وهذه المقادير. طبعا راح نحتاج دجاج، بس انتي بالخيار اما ان يكون صدور مقطعة وتحطينها بالاسياخ زي ما انا مسوية الان، او انك تكون بالعظم وتشوينها، انتي حرة. انا اخترت صدور. بحتاج نص علبة زبادي، ثوم مهروس، عصير ليمونة، زنجبيل، بهارات التندوري والمسلة والشيلي، ملون طعام أحمر. وهنا كمان عندي معجون الكاري، استخدمت ماركة ام اف مرة لذيذة، والبابريكا، فلفل أسود وملح. الطريقة بكل بساطة، وراح أخلط شفتوا المقادير هذه كلها ما عدا الدجاج بالخلاط، وأتبل الدجاج فيها. حطيت هنا الزبادي والليمون، وبحط الحين كل الثوم والزنجبيل والمعجون بحط فلفل أحمر حار بودرة، وبهارات التندوري، وبهارات اللي هو دجاج المسلة، والكاري اللي حطيناه. راح استخدم ملون طعام أحمر بس يعطي اللون الأحمر للخلطة، بس هذه كفاية. وبخلطها الحين بالخلطة. هذا الخليط بعد ما خلطته صار لونه أحمر بسبب الملون. الحين بصب على الدجاج وأقلبه زين، مع أحركها زين وأحطها في علبة قزاز وعلى الثلاجة لين وقت طبخها. طبعا أنا بطبخها غدا. نقلتها بزبدية قزاز لها غطاء، وبغطيها وبحطها بالثلاجة لين بكرة. طبعا كل ما قعدت في التتبيلة كل ما أعطتك طعم أكثر وأكثر. مساء الخير، ونرجع لكم للتندوري. أنا الحين شكيته بأعواد خشب، وجهزت الشواية وحطيت عليها شوي زبدة. بعد ما ذوبت الزبدة أبدأ أصف الأسياخ بالشواية وخليها تنشوي بهالصينية، وأغطيها شوي عشان أبي الدجاج يستوي من كل الجهات. ما شاء الله ريحة التندوري تفوح، كأني في مطعم هندي، خيال. طبعا عشان أعطي التندوري طعم الشوي، فأنا ححط حبتين فحم على النار، بعدين أجيب قصدير وأحط فيه زيت ويصير أبخره فيه، يعني بحيث إنه ياخذ طعم الفحم أو ريحة الفحم كأنه مشوي على فحم، فيعطي نكهة أكثر كمان. أبدأ أقلب على الجهة الثانية. شوف شلون بدأ يتشوح ويستوي. حاولي انك تقلبينه من كل الجهات عشان يستوي من كل الجهات. وتقدرين تحطين عليه، ترشين شوي عليه من الصوص عشان ما ينشف عليك وهو ينشوي، شي بسيط. وهذا الرز اللي بسويه معاه غسلته بمويه حارة وحطيت عليه ملعقة خل وملعقة ملح خشن عشان يصير نثري. بنقعه 3 دقايق بس. هذا الرز بعد ما نقعته وغسلته وصفيته، جبت هنا القدر، حطيت بصل كبار، انا ما احب اقطعه لانه رز ابيض نثري، وبعدين اشيل البصل منه مع شوي زيت وملح. برش شوي الزيت مع ملعقة ملح خشن، طبعا الملح الخشن افضل للطبخ. ابدا اضيف له المويه الحاره، بس لاحظوا يا دوبك يغطي الرز، ما اكثر عشان يصير نثري، كذا كفايه، ان احتاج بعدين ازيده. وبحط شوية زعفران وملون طعام أصفر اللي هو لون الزعفران، وبخلطه بشوي موية حارة عشان أحطه على جنب الرز لأني أبغى لونه بشوي. الرز تقريبا بدأ يتشرب الموية، حركة حريكة كذا سريعة عشان أضيف الزعفران اللي أنا سويته. هذا التندوري قرب يخلص، بس بحط عليه رشة زبدة عشان ما ينشف لي الدجاج، وأغطيه شوي. خلاص قرب، حطيت شوي عليه لو تلاحظون. الحين راح أضيف على جنب لون الزعفران مع الزعفران عشان بعدين أقدر أشيله بهالشكل. والحين حطيت قصدير وفيه شوي زيت، بحط الفحم وأغطيه على طول.
ونيجي نسوي سلطة الزبادي بالنعناع. طبعا زبادي ونعناع وملح وبالخلاط. وهذه سلطة النعناع وجهزت، ما يبغالها شيء.